يقول الرب يسوع المسيح: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. رح أحكي في القسم الأول، ونحن عم نحاول نغطي العنوان تبع مهرجان هالسنة اللي هو المهرجان الخامس، كيف أنه السارق يأتي ليسرق الذهن والفكر اللي يعطينا هو الله ليكون فكر المسيح. وفي الحقيقة رح نشوف مع بعضنا كيف أنه هذا السارق يشتغل ويعمل بكل ما أوتي من قوة فقط لحتى لا يكون عندنا فكر المسيح. لأنه مثل ما سمعنا في كلمة قداس سيدنا البطريرك، فكر المسيح هو شو؟ تذكروا هو إيش؟ خلاصنا. تماما. فكر المسيح هو لأنه يريد، هاي هي إرادة الله، هي فكر الله، يريد أن الكل يخلص. فهو يريد يبعدنا عن هذا الفكر. وفي هذا السياق مثل ما قريته في إنجيل يوحنا 10:10، بالتالي هو يحاول يبعدنا عن أنه يكون عنا فكر الله، فكر الراعي الصالح. والسارق هو عكس الراعي الصالح. ولكن خلينا نسأل حالنا، من هو هذا السارق؟ هو إبليس. مين أيضا؟ الشبيبة. الكهنة خلون يعرفون، لأنه هن درسوا 4 سنين مشان يجاوبون هيك أسئلة، فهن يعرفوا. يعني من كمان ممكن يكون السارق؟ الخطيئة. مين كمان؟ أوكي. مين كمان؟ الوقت. في الحقيقة السارق هو إبليس أو الشيطان. قد يكون السارق أيضا الناس اللي تحمل إلنا تعاليم كذبة، أو المعلمين الكذبة، أو القادة اللي للأسف ممكن يكونوا مسؤولين عنا، وأيضا هؤلاء يكون في فساد في حياتنا. وأيضا في الوقت الحالي اللي نحن عم نعيش فيه، في هالحقبة من الزمان اللي نحن عم نعيشها كشبيبة، واللي تميز مثلا قبل 20 سنة، هي في الحقيقة المؤثرات الخارجية اللي نقدر نحن نسميها وسائل التواصل الاجتماعي أو الميديا، اللي من خلالها إبليس عم يدخل لحتى أيضا يهدم إيماننا الحقيقي، إيماننا المسيحي، إيماننا الأرثوذكسي. فإذا السارق في هذا الزمان صار له ثوب جديد، وصار له شكل جديد، وصار له فورم، يعني هيك شكل من الخارج جديد، ولكن هو نفسه من القدم. وأيضا رح نشوف مع بعضنا. رح أبدأ هيك بسؤال نحاول نفكر فيه في هذا اليوم، ونحن آخذين بعين الاعتبار في الحقيقة أنه إبليس ما رح يجينا بصورة هيك ممكن تكون بشعة لحتى لا نحن نرفضه، أو يجينا بأشياء مخيفة، وإنما يجينا بوجوه معاصرة، وهذا اللي رح نحكي عليه. فإذا السارق اللي جاي علينا في هالوقت هو عدو الخير، التعاليم الخطأ اللي عم تتسرب إلنا من خلال خلينا نسميها النوافذ اللي صارت في إيد كل شخص فينا على كل العالم، اللي هي تواصلنا في الشبكة العالمية بالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها السلبي علينا، واللي عم تأثر فينا في الحقيقة تأثير جدا جدا يعني
خلينا نقول تأثير سلبي إلى درجة أنه نحن كشبيبة ما بقى نقدر نميز. وبشان هيك الأسئلة رح أسئلها اليوم: هل المسيحية اليوم تقدر أن تجيب عن كل أسئلتنا؟ سؤال تاني: هل كل شخص فينا، هذا السؤال لكل شخص فينا، هل تشعر أنه المسيح اليوم يفهمك، فعلا عم يفهمك؟ لأنه كتير مرات كخدمة للشبيبة عم انتقل في كل أماكن في العالم، كتير شباب يجون وفي الاعترافات أو في الإرشاد أو لما يكون عندنا محاضرات يقولوا لي أنه نحن المسيح يعني ما عم يقدر يفهم تحدياتنا. فالسؤال: هل المسيح بالفعل عم يفهمنا نحن كشبيبة اليوم في القرن 21 بكل ظروف اللي عم نمر فيها؟ السؤال الأخير: هل، هذا السؤال أيضا لكل شخص فينا، هل شعرت مرة أنه الكنيسة هي بعيدة عن واقعك أنت كشاب أو أنت كشابة؟ رح أرجع أعيد الأسئلة وأقراهم بسرعة. هل المسيحية اليوم تجيب عن كل أسئلتنا؟ السؤال الثاني: هل تشعر أن المسيح فعلا يفهمك؟ السؤال الثالث: هل شعرت مرة أن الكنيسة بعيدة عن واقعك أنت كشاب؟ خلينا مثل ما ذكرت نفكر في هالأسئلة، واللي إذا قدرنا نجاوب عليها رح نحن ننتقل إلى مكان يتوحد فيه فكرنا مع فكر المسيح. يقول الكتاب المقدس أن السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. واقعنا اليوم نحن كشبيبة صار مليان كتير بضغوطات، والضغوطات من فترة كنت في إكليل أحد الأشخاص من العائلة، فكنت عم أحكي مع العريس، فقلت له هيك بروح الفكاهة، قلت له ونحن في الكنيسة كنت أنا عم استنى لتدخل العروس ونبدأ الإكليل، فقلت له ها عريس إن شاء الله تمام؟ قال لي هيك. وهي اللحظة تتوقعون أنتم تكون ممكن أحلى لحظة في حياة الشاب والشابة، صح؟ لما الشاب يتفوق في حياته في دراسته وينجح في عمله، هي لحظة مهمة. ولما هو يرتبط مع الشخص اللي يحبه تكون من اللحظات المميزة. فأنا هذا الأمر أثر فيني، فقمت رحت لعنده قلت له ليش؟ قال أنا منتهي من الداخل من كتر الضغوطات الستريس اللي محطوطة على حرام العريس وأكيد العروس. فهو وصل ليوم العرس يشعر أنه يريد يغمض عيونه ويفتح عيونه يكون كل شيء خلص من كتر كمية الضغوطات. ونحن اليوم كشبيبة في واقعنا الحياتي لا نختلف عن هذا الشاب. كمية الضغوطات اللي محطوطة علينا واللي عم تجينا بإرادتنا وبغير إرادتنا في الحقيقة صارت كتير كتير كبيرة وعم تأثر علينا بطرق سلبية كتير. مشان هيك السؤال اللي سألتوه من هو السارق خلي نعرف نميزه أحبائي، لأنه إذا عرفنا ميزناه ما رح نسمح له يوصلنا لهالنقطة اللي ذكرتوها مع هذا الشاب وهو عم يتزوج، أنه أنا عم يعمل لي هيك وهو بده يتزوج، بعد شوي بده ينحط الإكليل على راسه وهو عم يعمل لي أنه أنا منتهي، أنه أنا خلصته. فخلينا نشوف بعض الأشياء اللي يستخدمها عدو الخير لحتى يبعدنا أو لحتى يخلينا نمشي بعيد عن فكر المسيح. من الأشياء اللي تأثر فينا جميعا بدون استثناء وخاصة في شريحة الشباب في الحقيقة هي الثقافة الرقمية المشوهة اللي نحن عم نعيشها. خلينا نجيب سط المي
ونحاول نحط طابة هيك صغيرة فيه، رح يصير الطابة من كل الجهات محاطة بالمياه. أي نقطة تحط إيدك على هالكرة رح يكون المي عم يحيط فيها. والعالم اللي عم نعيشه صار كأنه كرة موجود في سطل أو في شيء محاط من كل الاتجاهات بالثقافة الرقمية. على سبيل المثال، كان قبل، أنا أتذكر لما كنت طفل، إذا مثلا أبوي كان يقول التلفزيون يتسكر كل يوم الساعة 9 لحتى ننام، ما بقى في وسائل تواصل مع كل العالم، بس بابا قفل التلفزيون انتهى. الحل ايش هو؟ نروح ننام، خلص ما بقى في حل تاني. هلا للأسف لو تقفل كل الأشياء، ما دام الشاب أو الصبية في إيده الموبايل أو التليفون، فهو موصول في كل الكرة الأرضية، وهو تحت يمكن الحاف هو يظهر أنه هو نائم. فهالثقافة الرقمية المشوهة هي من العوامل اللي تشتغل في إيد إبليس لحتى مو يكون عندنا فكر المسيح. فالمحتوى المسموم، خلينا نقول ونسمع هالكلمة كثير، نقول توكسيك، شيء هيك مسموم، صار في متناول كل شاب وكل صبية. ونحن في الحقيقة كبشر عندنا فضول. يعني أتذكر لما كنت عايش أخدم في أمريكا، أكون مثلا عم أسوق، أنا رايح على أي طريق أوتستراد رايح زيارة، فجأة يصير زحمة. لبين ما أوصل عند النقطة اللي بدي أشوف ليش صار فيها الزحمة، أتفاجأ أنه في حادث في الجهة الثانية اللي هو ما له علاقة في طريقنا. تعرفوا في ذهاب وإياب، صح؟ فأنا أكون رايح، الحادث صاير في طريق الرجعة، ولكن كل الناس الرايحين عند النقطة اللي صار الحادث هدوا ووقفوا يتفرجوا هن عم يسوقوا، فعملوا زحمة. فصار كل التأخير في جهة الذهاب رغم أنه ما في أي مشكلة، ولكن المشكلة أيش هي؟ فضول، بدنا نعرف أيش صار. وإبليس عم يلعب على هالنقطة. في فضول عند كل شخص فينا، عم يحاول من خلال هذا الباب اللي هو فيه شيء من المتعة، فيه شيء من اللذة، فيه تحدي. شوفوا أي حدا من لما نسمع هدول الناس اللي يفجرون حالا، اللي يروحون يقتلون حالا، يفجرون حالا، إرهابيين، بأي عمر يكونون بين عمر 17 وبالكتير 25، أقل من 30. تعرفون ليش؟ لأنه شباب عندهم فضول وعندهم طاقة ومستعدين يعملون كل شيء. هلا خلي نطلع مخيم أو يعني أي نشاط ترفيهي للشبيبة ونقول لهم في عنا مثلا 10 حفر بدنا نركض ونقفز، الكل رح يعملها. بعد عمر 30 ولا حدا مستعد يعملها. ليش؟ لأنه بدأ يستخدم هذا أكثر من الفضول والعاطفة وحب الاكتشاف. ففي الحقيقة الواقع، المحتوى المسموم اللي في وسائل التواصل الاجتماعي أو مثل ما يسموه الشبكة العنكبوتية، الإنترنت، في الحقيقة صارت هي مثل غيمة تغطي الكل وما بقى في مهرب منها. ونشوف في هالغيمة يجينا أشكال وأنواع. مثلا من المحتويات ممكن أنت، وهلا نعرف نحن الذكاء الصناعي أصلا تطور كتير، إذا تتفرج على أي محتوى لأي ريل أو أي كليب مرتين، تشوف إذا أنت تفرجت على 100 ريل بعد هذا رح يكونوا بنسبة 90% اللي علاقة في محتوى هالريلين اللي أنت تفرجت عليهم. الذكاء الصناعي عرف. أنا كنت أشغل السيارة مثلا، أحط الخارطة، بدي أروح مثلا لما كنت أروح الجامعة أشغلها بشان يعني أبتعد عن الزحمة أو هيك. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بعد 10 أيام، إذا أطلع في السيارة في نفس الوقت بدون ما أطلب من الGPS لحاله يحط لي، يقول بدك تروح للجامعة،
فإذا أحبائي صار محتوى يخوف. ومن الأشياء اللي عم توصلنا نحن كشبيبة فينا نسمي أشياء كتير. صار عندنا مثلا بسهولة إذا أنا بدي أعرف فكر الحادي إنه الملحدين إيش هو النقاش تبعهم، ومرات الفضول تبعي هو ليش إنه خلي يكون عندي أدوات لحتى أفهم عليهم، حتى إذا حدا سألني سؤال أنا أقدر أجاوبه. فضول. المحتوى مثلا الإباحي، وهذا ما أكثره. أتذكر مرة قريت مثل استبيان كمية الشباب والمدن اللي هن عم يدخلوا على مواقع الإباحية، أعداد تخيف، أعداد تخيف أكثر من أعداد البشر. هذا هو المحتوى المسموم اللي نحن عم يوصلنا. الأشياء الجديدة اللي مثلا، وتعرفون كل الأشياء اللي ممكن توصلنا هي إلى علاقة بأيش؟ إلى علاقة في اللذة. يعني مثلا الأكل، يعجبنا نتفرج على الأشياء، ويعني مو خطيئة صح، أنا عم أتفرج على الأكل، ولكن أنت عمليا عم تروي شيء في داخلك اسمه اللذة، بالإنجليزي سموه pleasure، المتعة. كنت مرة في اجتماع، فشخص يشتغل في معمل صناعة الشيبس البطاطا، فقال لي في مختبرات في المعامل الكبيرة، أنا أحكي على الأسماء الكبيرة، الشركات المهمة في العالم اللي تصنع الشوكولاتة، تصنع شيبس، تصنع مأكولات، تصنع كل هالأشياء. قال في مختبرات يعملوا يحطوا المواد إلى نقطة بحيث لسان الشخص اللي عم ياكل بس ياكل يقول متعة. يحطوا أملاح وتوابل ودهون وخلطات معينة لحد ما يصل الشخص وهو عم ياكل، يعني ما ممكن يقول رح أترجم لكم هذا الحكي شلون. مرات كتير أنت تمسك مثلا أي نوع من الشيبس تفتحها تقول مقدر أوقف، صح؟ بدك تخلص الكيس كله. أو تاكل آيس كريم مثلا، مو آيس كريم هاي الغنية، آيس كريم غير شيء. آيس كريم تمسك تاكل قطعة تحس بدك تاكل واحدة تانية. الشركات أحبائي قدروا يطوروا المواد أو المحتوى تبع الأشياء اللي نحن ناكلها لنوصل لهالدرجة من المتعة، ويصير عندنا نوع بسيط من الإدمان اللي هو أساسه إيش هو؟ اللذة. داود النبي في العهد القديم اختبر هذا الشيء وقال ذوقوا وانظروا إيش؟ اللذة هي اختصرها علينا، قال اللذة الحقيقية، المتعة الحقيقية، البلجر الحقيقي هو في تذوق الرب. وداود النبي كان عنده كل أنواع الشيبس وكل أنواع الشوكولا وكل أنواع الآيس كريم، كان عنده كل شيء في وقته، بس هو شاف أنه اللذة الحقيقية هو لما يقعد ويصلي. وقال اخترت الجلوس على العتبة أمام بيت الله أفضل من التنعم في خيام الأشرار. متعته هو الرب وليس أكل موائد أو متعة بشرية. فإذا أحبائي اللي أنا بدي أقوله، الثقافة الرقمية المشوهة اللي عم توصل لجميعنا من دون أي استئذان، صار محتواها المسموم هو اللي عم يشوه حياتنا. أشياء أكثر شوي خطورة. هلأ بكل سهولة كل شخص فينا عنده آراء وعنده أفكار، صح؟ أنا مثلا أميل إلى الفكر كشاب، أميل إلى الفكر الاشتراكي، فلما أسمع حدا يتكلم بهالخط أنا أبدأ أتابع. مثلا تشوف ناس من فترة صار انفجار في كنيسة في سوريا، تذكرون؟ أكيد سمعتن، كنيسة مارلياس، صح؟
خدمة دائرة خدمة الشبيبة، عندنا حساب على السوشيال ميديا، فقررنا نحط إنه أنا مسيحي. يعني بغض النظر أنا مسيحي للحظة الأخيرة في حياتي. شوفوا كمية التعليقات المسيئة اللي إجتنا بس لأنه كتبنا، يسموه كابشن، إنه أنا مسيحي، بس ما عملنا أي شيء، ما اعتدينا على أي حدا ولا. ليش؟ لأنه في ناس أفكاره مشوهة وعندن فكر استقصائي، أنا والباقي لا. بدأوا يكفرونا وبدأوا يهددونا وبدأوا نشكر الله شلنا كل هالأشياء أول بأول. فإذا أحبائي نحن هلا نقدر نعبر عن كل شيء. قبل إذا أنا كان بدي أنتمي لفكر حزبي معين كان ممكن أبوي يمنعني وأنا ما فيني، يمكن في داخلي أنا ما زلت أؤمن، ولكن أنا ما فيني أنتمي لهذا الحزب أو أي فكر. هلا أنا قاعد العفو بالحمام ماسك الموبايل تبعي، أنا أستمتع في الفكر اللي أنا أريده وأسمع، وأنا أبدأ أصنف الناس، هذا الحق وهذا الباطل، هذا الخطأ وهذا الصح، هذا الشيء الكويس وهذا الشيء المو كويس. فإذا أحبائي الثقافة الرقمية المشوهة اللي صارت بين إيدينا اللي بكل حرية، فصار في الحقيقة صار عندنا ثقافتنا الخاصة كل واحد فينا، وهذا ينعكس أيضا على حياتنا الروحية. كان أنا أخذ ابني للكنيسة أقول له حبيبي هذا هو بيتنا الحقيقي، بدك تذوق طعم السماء تعال هون على الكنيسة، بدك تسمع صوت ربنا افتح الإنجيل، بدك أنت تستمتع في الله اتناول، بدك أنت يكون عندك علاقات صحيحة ابني علاقة مع القديسين. هلأ أنا ابني أو بنتي يقدر يعمل كل شيء من دون ما يكون في رقيب عليه. لا أنسى أبدا مرة كان عندنا درس كتاب مقدس، كنت عم أعطي درس كتاب مقدس، ففي البداية لحد ما يجتمع الكل كنت عم أسأل الشبيب يحكوا لي يعني هيك الأسبوع الماضي إيش صار معكن شيء هيك مهم. ففي شاب قال لي أنا في الجامعة أبونا عم أقول لأصدقائي إنه أنا يوم الأحد كنت في الكنيسة، الكل صار يضحك علي إنه أنت معقولة وهي كلية طبية، قال معقولة في حدا عم يدرس طب يؤمن إنه لسه يروح على الكنيسة ويصلي؟ فعم يقول لي أنا إيش أعمل؟ فأنا اللي بدي أقوله أحبائي صار في عنا اليوم سخرية من الإيمان بطريقة غير مباشرة واستهزاء من الكنيسة. يا ناس يقولون يعني رح نبقى دائما الأبونا يقول وقفوا نوقف وقعدوا ونقعد وما بعرف يحرك يديه. ومرة حدا عم يقول لي عم تحضر أرواح، لما الشماس كان عم يقول موت حيلوي الكاهن يحرك ايديه بشركل هيك مثل المروحة، واللي هي ترمز لحلول الروح القدس في هذيك اللحظة اللي هي جدا مقدسة خلال القداس. حدا عم يستهزأ عم يقول لي عم تعمل مثل المشعوذين. صار في استهزاء أحبائي من هويتنا الإيمانية، ونتيجة لهالفكر صار يقول طب أنا يعني ضروري أروح للكنيسة لحتى أصلي، ما أنا أقدر أصلي لوحدي. ونرجع الموبايل، طب أنا هلأ حط القداس وقعد أحضر القداس، هذا مو غلط. أنا ما عم أحكي على أنه أنا أستخدم الوسائل التواصل الاجتماعي أو الميديا، هاي الأشياء غلط، أكيد لا. ولكن هل أمور الاستهزاء من هويتنا الإيمانية وتقاليد كنيستنا وإيمان كنيستنا صار أنا يدفعني لحتى لا أحس أنه أنا كأنه علي ضغوطات لازم أروح للكنيسة وهيك، صار عندي شيء اسمه، وهذا السارق هيك يجمله أنه أنت تقدر تعبد الله في البيت إلا تروح على الكنيسة. طب يعني السؤال شو من شان التناول؟ الأبونا يبعث لك ديليفري التناول مثلا، ايش يعني من شأن التناول؟ وأين هي الشركة؟ القداس اسم من أسمائه هو الشوتوفوثو، الشركة.
لأنه الكنيسة نحن تشجعنا بأنه ننمو بشكل عمودي. أنا أنمو في العلاقة مع الله وأنمو في العلاقة مع الجماعة. الكنيسة هي جماعة المؤمنين. فصار السارق للأسف إيش يسرق منا بسبب الضغوطات اللي علينا؟ يسرق هالإحساس. فبالتالي أنا يكون عندي هيك ركني الخاص، واللي هو أرجع أقول مو غلط، ولكن الهدف منه مو هو أنه أنت يكون عندك هيك زاوية مخصصة تعبد فيها الله، وإنما ليوصلنا إلى فكر. وأريد الكل هون رجاء هيك يركز معي شيء اسمه individualism، اللي هي بالعربي معناتها الفردية. أنه أنا يكون عندي هويتي الخاصة اللي ما لها علاقة بالجماعة، وأمجد الذات، وبالتالي أصل إلى مرحلة يكون عندي كبرياء وأنتفخ. فإذا أحبائي اللي أنا بدي أقوله، هذا الضغط اللي يحطه المجتمع علي لما يستهزئ في إيماني. ياما ناس يجون يقولوا لي يا أبونا يعني هلا تربون دقن، احلقوا دقن كان الناس يعني يتقبلوكن. هذا ضغط. دقني بإيش عم يزعجك أنت؟ ثيابي ومظهري بإيش عم هن يوجهوا لك ألم؟ بناء الكنيسة وشكل الكنيسة وقبل الكنيسة هي في الحقيقة تؤلم عدو الخير. لأنه أي حدا يشوف رجل دين باليونيفورم تبعه يعرف أنه هو أبونا. هذا الأمر يؤذي عدو الخير، فبدأ يشكل ضغوطات اجتماعية أنه عيش حياتك، ما عم تعمل شيء غلط، ومو ضروري أنت تنتمي. ضغوطات أصل لهم شيء اسمه الانديفيدواليزم أو الفردانية أو الفكر الوحدة، ويكون أنا لوحدي. مو الوحدة بمعنى الوحدة، وإنما لحالي أنا. وهون عم يصير عنا كثير من الشباب عم ينعزلوا عن الجماعة، وهذا أمر خطير. أمر خطير. ليش؟ لأنه الكتاب المقدس بولس الرسول يحكي عن هذا الأمر. الرب يسوع يحكي أنه نحن كلتنا أعضاء في جسد، فلما أنا أنفصل عن الجسد أنا عم أحكم على حالي بالأيش؟ بالموت الروحي. فإذا أحبائي، هل فكر الضغط اللي عم يولده عدو الخير علينا عم ينتهي بأنه أنا يفصلني عن حياة الجماعة، وبالتالي أنا أفقد القدرة الروحية. ليش؟ لأنه أنا ما عم أنمو مع الكنيسة. فلما نشوف ممكن الشباب بشكل خاص، أرجع أقول أنه يصير عندنا حياة مزدوجة، حياة يرضوا فيها الأهل وعندنا حياة الخاصة.